هو ايه اللي هيحصل لجسمك لو انت قررت ما تاكلش لمده اسبوع؟ فاهلا بيك في الفيديو الثالث من سلسله 100 فيديو كل يوم لحد ما نوصل 10000 فولور. انت هتمر بثلاث مراحل بالظبط. المرحله الاولى وهي اليوم الاول للثاني، الجسم فيها بيتخلص من السكر في الكبد والعضلات، فبتبدا تحس بدوخه وصداع ونفسك بيبقى قصير. المرحله الثانيه هنا الجسم بيبدا يخش حاله طوارئ ويبدا يبدل مخزون الطاقه بتاعه من السكريات اللي موجوده في الكبد اللي هي الجلايكوجين لحاجه اسمها الدهون. في ابحاث من جامعه كوين ماري بتقول ان الدماغ والعضلات بيبداوا يتغيروا بشكل ملحوظ في الفتره دي. المرحله الثالثه والاخيره وهي من اليوم الخامس لليوم السابع، وزنك بيبدا ينزل بسرعه، مش بس دهون، كمان عضلاتك بتتاكل وتركيزك بيقل ومناعتك بتضعف. في دراسه حديثه اتعملت على 13 شخص، ال 13 شخص صاموا لمده اسبوع كامل، والدراسات اثبتت فقدوا حوالي 5 كيلو عضل وكيلو ونص بس دهون. وطبعا الاخطر من ده كله ان قدرته البدنيه ضعفت جدا. يعني الجسم يقدر يتاقلم على الموضوع ده، بس اسبوع كامل من غير اكل خالص فهو خطر جدا. انا عايزك تحمد ربنا على نعمه الاكل، وتدعي لاخواتنا اللي بقالهم اكتر من سنتين مش لاقيين اكل وفي مجاعات كبيره. ولو عايز تشوف ال 97 فيديو الجايين ما تنساش تعمل فولو.